يا جميل يا جميل يا جميل، على حبك بان لي دليل. يا جميل يا جميل يا جميل، على حبك بان لي دليل، وانا خايف قلبي يميل. يا محير بقي معاك. يا اهلا بيكم، عاملين ايه؟ رب كلكم تكونوا بالف خير. النهارده هنعمل مع بعض حلة ملوخية مصرية اصيلة حلوة قوي، وكمان بتكة اسكندرانية كده بسيطة. التكة بتاعتنا بنضيف بقى عليها ايه؟ شوية كده حلوة من الصلصة، يعني شوية صلصة حلوين كده هنعملهم مع بعض بالتومة، ويا اما بحطها في طبق كده زي ما انتوا شايفين، او بضيفها كده عليها من فوق الوش في التقديم. قد ايه حلوة جدا، جربوها بالطريقة دي ان شاء الله كده بإذن الله تعجبكم وتقولوا عليها ملوخية اسكندرانية. اول حاجة خالص هبدأ اعمل بقى الصلصة. صلصة عادية زي صلصة المكرونة، شوية تومة، على معلقتين من السمنة او معلقة سمنة، وبقلب التومة تصفر شوية وهقلبها كويس، وهنزل عليها طبعا بالصلصة وهتتسبك عادي خالص، وهنسيبها بعد كده على جنب. يوم الملوخية ده يوم عالمي، يوم الطشة بقى، انتوا عارفين الطشة الحلوة دي. هنزل بالطماطم زي ما قلت لكم، حبة كده حلوين زي ما انتوا عايزين، كتروا وتقللوا. بالنسبة لنا احنا بنحب يعني حبة حلوين بصراحة. وهقلب فيها شوية، هنحط بقى بتاع التوابل بتاعتنا، بحط ملح وفلفل بس مش بكتر، عشان طعم التومة برضو تبقى باينة في الصلصة، وبسيبها تتسبك وتمام. بعد كده بقى هجيب او هنيجي بقى على الملوخية، شوف هنعمل ايه مع بعض ويلا بينا. طبعا انا عندي ملوخية حقيقة، يعني مش هكدب عليكم، مفرزة تمام. بجيبها نوعها بسمة، نوع حلو وكويس ونضيف مفيهوش اي مشكلة. كيس بيبقى 400 جرام تقريبا ب 12 جنيه، ونص مكعب من المرقة تمام. بعد كده بقى عندي حبة توم حلوين من 5-6 فصوص كده، وكمان عندي كزبرة ناشفة، بحب احط كتير حبة، يعني 3-4 معالق كبار حلوين كده. بالنسبة بقى للصلصة هاخد 3-4 معالق صغيرين من الصلصة اللي انا كنت عاملاها في الاول، وهضيفها على الشوربة اللي هنزل فيها الملوخية. الشوربة اللي عندي دي شوربة لحمة، عندك شوربة لحمة عندك شوربة فراخ براحتك خالص. وهنزل بكل الكيس في حوالي 1.25 كوب بس من الشوربة. ليه بقى يا ستي رهام؟ هقولك يا ستي، لان انا لو حطيت الملوخية في حبة شوربة كبار هتبقى خفيفة هتبوظ مني، لكن طول ما انا بحط حاجة صغيرة او شوربة صغيرة او حتى مية سخنة حبة صغيرين هتبقى تقيلة في الاول، لكن بعد كده هقدر ازود شوربة او مية سخنة، وهظبطها بقى زي ما انا عايزة، تقيلة وسط خفيفة سيكة شوية مش كتير. لكن لما بقى اضيف مية كتير او شوربة كتير عليها العوض في الملوخية بتاعتنا. فنبدأ كده واحدة واحدة. المهم هقلب كويس قوي الملوخية كده، هتأكد انها فكت من التجميد، وكمان هنزل على طول بالصلصة. بصوا هو الاول كان المفروض احط الصلصة بس ما فرقتش يعني عادي، بس كده. وبعد كده بقى هقلب كويس قوي الملوخية والصلصة مع بعض. طبعا بحدق الشوربة او هي متحدقة جاهزة برضو، ايه يعني دي تريكة ممكن لو انتي عايزة تعمليها او تخليها مع الطشة مفيش مشكلة. ضفت بقى معلقة سمنة كده حلوة فريش على الملوخية، هسيبها بقى على جنب. وبعد كده هاجي نعمل بقى الطشة بتاعتنا الحلوة بتاعت الملوخية الأساسية بقى، ده أساس الملوخية طبعا. معلقتين كبار من السمنة، حبة الثوم الكتير بتوعنا، وهقلبها بقى كويس قوي. اسيبها كده تاخد وتدي مع نفسها شوية، يعني تصفر سيكة بسيطة قوي. السيكة دي داخلة في الموسيقى يا جماعة والله العظيم دماغي اتورمت من الموسيقى دي. هنزل على طول بقى بعد كده بايه؟ بالكزبرة الناشفة بتاعتنا. وشمي ريحة الطشة الحلوة بقى، شمي الريحة الحلوة. بس هاخدها بقى تقليبتين حلوين كده، مش عايزاها تغمق قوي قوي عشان ما تمررش مني او التوم يمرر مني. وخلاص اشيلها من على النار. وبعد كده بقى هجيب او هشوف بقى الملوخية يعني خدت غلوة ولا لا. بصوا هي لسه كانت بتبدأ اهي تغلي، انا هديها غلوة واحدة بس، اوعي تزودي غلوات كتير لان الغلية فيها كتير هتبوظها.
لكن مجرد ان هي بصوا الفقاعات الصغيرة اللي انتوا شايفينها دي، اول ما تلاقوها كده بس طفي النار على طول وخديها في مكان تاني خالص بعيد عن النار، وهنزل بالطشة كده بالتش وهقلب تقلبتين. وخلي بالك اوعي تغطي الملوخية، اوعي اياكي. في اول الجواز عملتها، لقيت الملوخية تحت والشوربة فوق، الحمد لله يعني. فارجوكي ما تغطيش الملوخية تماما نهائي الا لما بعد ما تاكلوا وتبرد وتقعد ساعة مثلا بره ومش عارف ايه، او ساعتين كمان خالص يعني، فاهمين؟ وانتي خلاص مدخلاها التلاجة، انقليها في علبة وغطيها ودخليها بعد كده التلاجة بعد ما تبرد خالص خالص. وبس اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وبالهنا والف شفا، وباي باي.